رسالة مركزة إلى سبب هجرة اليهود في أطراف المدينة، يعني مجيئهم من سكناهم إلى المدينة. طيب، ثم استفاد من البشارات في تعيين وتدقيق هذا السبب، واستفاد من الميزان لعلامة طباطبائي في هذا الحدث. إذا هدف الرسالة ليس بشارات العهد، وموضوع الرسالة ليس كذلك. سبب هجرة اليهود وسكناهم في أطراف المدينة. كان طالبا يثبت أن لجميع اليهود الموجودين أو أهل الكتاب أو مجتمع المسلمين الذين سوف يقومون بماذا؟ بالدعوة الإسلامية، دعوة الآخرين للإسلام، أن لو أثبت أنا كطالب أن أسلافكم أخذوا هذه البشارات بجد إلى حد تركوا مساكنهم وماذا؟ وحجروا من أجله، فكانوا يرون أسلافكم في القديم في هذه البشارات أمر واقعي وأخذوه بجد. يعني هذا كدليل محكم اليوم في مسألة دعوة اليهود ودعوة من يعتمد على علماء اليهود ودعوة جميع أهل الكتاب الذين يعني يعتمدون على هذا النص المقدس في كتاب العهدين